ضربة قوية لريال مدريد قبل الكلاسيكو. تلقى نادي ريال مدريد ضربة قوية قبل الكلاسيكو المقبل أمام برشلونة بعدما تأكدت إصابة لاعبه رودريغو التي تعرض لها خلال مباراة الفريق على أرضه أمام بروسيا دورتموند في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي انتصر بها الملكي 5-2. ولم يتمكن رودريغو من إنهاء المباراة أمام دورتموند بعد أن شعر بآلام في أوتار الركبة اليمنى، وتم استبداله بتشواميني، وغادر أرضية الملعب في الدقيقة 85 من المباراة التي أقيمت أمس الثلاثاء. وقال الإعلامي الرياضي بشبكة سكاي سبورتس فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة إكس اليوم الأربعاء: أكدت الفحوصات التي خضع لها اللاعب اليوم أنه لن يكون متاحا لمباراة الكلاسيكو، ولم يصدر نادي ريال مدريد بيانا رسميا حتى الآن بشأن التشخيص النهائي للإصابة أو المدة المتوقعة لغياب اللاعب البرازيلي، ليتأكد بنسبة كبيرة غيابه عن مباراة الكلاسيكو ضد برشلونة يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة 11 من الليغا. وسجل رودريغو 3 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين في 12 مباراة خاضها هذا الموسم.